السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معايا في فيديو النهاردة. هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي المكرونة النجريسكو الخطيرة. هنعملها بطريقة مميزة، تابعوني في تركاتها وخطواتها. هنعمل مع بعض المكرونة النجريسكو بالمكرونة القلم، مش هنعملها بالمكرونة الاسباجيتي، هنعملها بالمكرونة القلم عشان تطلع مفلفلة معانا وجميلة. وهيطلع معانا البشاميل بتاعنا كريمي خالص ولذيذ. تابعوني يا حبايب قلبي خطوة بخطوة. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي ما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومعايا يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده هنجيب مع بعض كيسين من المكرونة. انا جايبة كيسين مكرونة، الكيس 400 جرام. زي ما انتوا شايفين هناخدها هي يدوبك غلوة واحدة بس، يعني ما تاخدش معاكي 5 دقايق بالظبط، وتنزليها على طول من على النار. المكرونة عشان تطلع مفلفلة معاكي بتديها صدمة بس في المية كده، وبتنزليها على طول من على النار. اهو يا حبايب قلبي المكرونة الاسباجيتي بتطلع معجنة شوية في النجريسكو، ما بتبقاش حلوة، بتبقى قطعة كده واحدة، مش حلوة قوي زي المكرونة القلم. ومعانا هنا يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الفراخ بتاعتنا، ولو حابة تقطعي الفراخ اصغر من كده يبقى ايه افضل كتير. الفراخ ديت متقطعة شرايح كبيرة شوية، انتي حابة تقطعيها اصغر بتقطعيها اصغر من كده. بنديها صدمة كده بعد ما بنقطعها زي ما انتوا شايفين في معلقة كده من السمنة، ونفضل نقلب كده يا حبايب قلبي ونشوحها كويس كده مع بعض كده زي ما انتوا شايفين كده، على ما نحضر لها التوابل بتاعتها ونحضر لها البصلة والطماطم بتاعتنا اللي هننزل عليها بعد ما تاخد الصدمة بتاعتها. اهم حاجة ندي الفراخ بتاعتنا ديت صدمة كده جميلة كده عشان خاطر الفراخ بتاعتنا تطلع زي ما انتوا شايفينها كده جوسي وطرية وما تنشفش مننا. اهو يا حبايب قلبي هننزل عليها على طول كده بالخلطة بتاعتنا اللي عملناها. خلطتنا هتشوفوها دلوقتي يا حبايب قلبي. هنجيب مع بعض كده بصلتين حلوين كده، ومعانا طماطميتين، وهنضربهم مع بعض في الكبة كويس جدا، وهننزل على طول على الفراخ بتاعتنا. اهو يا حبايب قلبي ضربنا الطماطميتين والبصلتين، بصلتين يكونوا كبار، وننزل عليهم على طول كده ونقلب على طول الخليط بتاعنا مع بعض وكده مع الفراخ بتاعتنا. ونبدأ بقى نقلب مع بعض كده الخلطة بتاعتنا اللي عملناها للفراخ بتاعتنا ديت، ونقلبها كويس جدا، وننزل عليها يا حبايب قلبي بحبة من الفلفل الاسود وحبة من الملح. ما تحطيش توابل تاني خالص اكتر من حبة من الفلفل الاسود ورشة من الملح. حابة تحطي مكعب مرقة مفيش مشكلة، لو حابة تعززي طعمها، مش حابة برضو مفيش اي مشكلة. اهو يا حبايب قلبي بكده مع بعض كده هو ده الحشوة بتاعة النجريسكو بتاعنا. اهو نزلنا بمعلقتين من الفلفل الاسود، وهننزل مع بعض كده بحبة من الملح بسيطة كده، ما تكتريش عشان فيه طماطم. اهو يا حبايب قلبي حبة بسيطة كده من الملح، وتقلبي كويس جدا. اهو نقلب مع بعض كده يا حبايب قلبي، نقلب قلبي يا ست الكل، قلبي كده، قلبي الخلطة بتاعتنا مع الفراخ بتاعتنا كده، ويطلع معاكي احلى نجريسكو. هتعمليه بالطريقة ديت. حابة تقطعي الفراخ صغير شوية قطعي، حابة تقطعيها كبيرة مفيش مشكلة، زي كده مفيش مشكلة، بس احنا بنحبها اصغر من كده كمان شوية، يعني انتي ممكن تصغريها كمان عن كده شوية. اهو يا حبايب قلبي كده تستوي بس معانا كده ونطفي عليها، لان كده كده النجريسكو المكونات بتاعته زي البشاميل كل حاجة بتستوي على النار وبعدين تتحط في الفرن يا حبايب قلبي. اهو زي ما انت شايفة كده يتشرب بس الصوص اللي انت شايفاه قدامك دوت. اول ما يتشرب معانا ندفع عليه على كده على طول على البوتاجاز بعد ما يتشرب الصوص بتاعه على طول، ويبقى جاهز معانا علشان نحشي بيه صينية المكرونة بتاعتنا النجريسكو الخطيرة. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين اهو كل حاجة قدام عينيكي. ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناة علشان خاطر يوصلك مني كل جديد. اشتركوا حبايب قلبي في القناة وفعلوا زر الجرس، خلي كل حاجة توصل لكم على طول. معايا هنا يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده
الفراخ بتاعتي بدأت ان هي تتشرب خالص معايا كده، وهبدأ اطفي عليها النار وهبدأ اشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. نعمل البشاميل بتاعنا الكريمي الخطير. هنعمل صوص البشاميل، عايزينه يبقى تقيل سنة عن البشاميل اللي باللحمة. النجريسكو بنتقل شوية البشاميل بتاعه، يعني حبيبة قلبي بتعملي البشاميل اتقل سنة شوية من اللي باللحمة المفرومة. ما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، والقناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. وما تنسوش تتابعوا سلسلة المعجنات اللي عملناها للمدارس يا حبايب قلبي. عاملين مع بعض طريقة المعجنات كلها للمدارس عندك على القناة، ادخلي وشوفيها. وعاملين مع بعض اللي طلبوا المكرونة البشاميل اللي باللحمة، احنا عاملين مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة على القناة، ادخلي برضو شوفيها لو حابة تعمليها. هتلاقي الطريقة عندك على القناة. والنهاردة قلت هعمل معاكم النجريسكو الخطير دوت بالصوص الكريمي، بس تقيل شوية عن المكرونة اللي باللحمة. اهو يا حبايب قلبي احنا معانا كده زي ما انتوا شايفين كده الفراخ بتاعتنا بتتشرب، وهنبدأ مع بعض على طول يا حبايب قلبي نعمل مع بعض البشاميل. ونبدأ نحط في الصينية، وخليكي معايا يا حبيبة قلبي وشوفي تركاتنا في المكرونة النجريسكو الخطيرة. هيبدأ معايا هنا زي ما انتوا شايفين الصوص بتاعنا يبدأ يتشرب معانا. هنبدأ اول ما الصوص بتاعي يتشرب معايا هبدأ اعمل البشاميل. اهو يا حبيب قلبي طفيت على الفراخ بتاعتنا، وهبدأ اعمل في صوص البشاميل بتاعي معاكم. هعمل كده زي ما انتوا شايفين. هجيب حلة على النار زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل فيها معاكم يا حبايب قلبي كده زي ما انتوا شايفين. ربع كوباية بتاخد ربع كيلو من الدقيق. اهو معانا كده يا حبايب قلبي ربع كوباية من السمنة، هتنزلي عليها يا ست الكل بربع كيلو من الدقيق، هيبقى معاكي مظبوط بالظبط، او زيادة عن الربع كمان معلقتين، علشان خاطر الصوص بتاع المكرونة النجريسكو بيبقى اتقل شوية من الصوص التاني. اهو يا حبايب قلبي اهو بالبشاميل بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنحمره مع بعض كده نص تحميرة بسيطة خالص كده. اول ما ريحته تطلع معانا ونشم الريحة الجميلة بتاعته كده، بننزل مع بعض يا حبايب قلبي برتل كامل من اللبن. بتنزلي يا ست الكل يا غالية برتل كامل من اللبن معاك. معلش بعتذر عن صوتي يا جماعة، عندي برد. زي ما انتوا شايفين كده بنحمر كده مع بعض كده اهو، بنحمر مع بعض كده، وهننزل برتل كامل من اللبن. بوريهولكوا اهو قدام عينيكوا يا حبايب قلبي رتل كامل من اللبن. وبعد كده بتقومي جايبه المضرب بتاعنا، وبتقومي ضربه معانا كده الخليط بتاعنا دوت زي ما انت شايفه كده، وندوب على طول معانا الدقيق بتاعنا كده في اللبن بتاعنا خالص لحد ما يصبح كريمي معانا خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كده هندوبه معانا كله مع بعضه، وهننزل عليه بمكعبين من مرقه الدجاج. حابه تنزلي عليها يا حبيبه قلبي في السمنه وانتي بتعمليها الاول، انزلي عليهم من مرقه الدجاج في السمنه. وحابة تحطي الفلفل والملح وكله في السمنة مفيش مشكلة، بتديها ريحة حلوة برضو. نسيتي زي عملتي كده بتقومي حطاها زي ما انت شايفة كده على بعد اللبن بتاعنا على طول كده، وتضربي كده على طول. اهم حاجة ايدك تبقى بتضرب على طول بالمضرب بتاعنا كده، تشتغلي على طول. اول ما تحطي مكوناتك كلها تضربي على طول من المضرب بتاعنا. في ناس بتحب تعمل البشاميل على البارد، مفيش مشكلة على البارد يا حبيبة قلبي. طريقته ازاي؟ بتجيبي اللبن والدقيق وكله تقعدي تضربي فيه، وبعدين بترفعي كل مكوناتك على النار. لو حابة تعملي على البارد مفيش مشكلة. حابة تحمري الدقيق بتاعنا عشان تطلع ريحته جميلة وحلوة، احنا بناخده تحميرة كده بسيطة زي ما انت شفتي معايا كده، وبننزل عليها كده زي ما انت شفتي يا حبيبه قلبي بمكعبين من مرقه الدجاج. هننزل مع بعض كده بمكعبين من مرقه الدجاج مع بعضنا كده.
هننزل على طول بيهم وننزل بكوبايتين من الشوربة اهو يا حبيبة قلبي. كوبايتين من الشوربة. النجريسكو يحب الشوربة جدا جدا وبيديها طعم كده جميل ومميز. الشوربة بتاعتنا ديت بتدي للنجريسكو طعم حلو قوي زي ما انت شايفة كده. انا بحط معاكي كوبايتين من الشوربة، عايزة تزودي كمان زودي طول ما انت محتاج معاكي. الدقيق بتاعنا كل ما تضربيه ويحتاج معاكي بتحطي حبة من الشوربة او حبة من المية من الكاتل زي كده. بس انا عشان الشوربة بتاعتي كانت دسمة جدا زي ما شفتوا كده، فانا نزلت معاكم بكوباية من المية، وكل ما هيعوز هديله كوباية من المية المغلية اهو يا حبايب قلبي عشان يربط معايا على طول. البشاميل بتاعنا المرة دي هيكون البشاميل بتاعنا تقيل شوية. النجريسكو البشاميل بتاعه يا حبايب قلبي ما بيبقاش خفيف، بيبقى تقيل شوية معانا كده زي ما هتشوفي اهو. بنتقله شوية على قد ما بتقدري كده عشان يبقى معاكي لذيذ كده، وهيبقى معاكي طعمه حلو، لان الشوربة بتاعتنا هتديله النكهة بتاعت الفراخ مع الفراخ، فهتلاقي معاكي الطعم جميل جدا وروعة. جربوها يا جماعة واكتبوا لي يا حبايب قلبي معاكم في الكومنتات، اكتبوا لي رأيكم في المكرونة النجريسكو الخطيرة دي. هننزل كده يا حبايب قلبي في الصينية بتاعتنا بكبشتين 3 من البشاميل كده زي ما انت شايفة كده معايا اهو. هنزل بكبشتين 3 كده على الصينية، وهفرد معايا على طول كده البشاميل بتاعي املى بيه الصينية خالص اهو يا حبايب قلبي. وبعدين هنزل عليه على طول كده بعد ما اسوي على طول كده الصينية بتاعتي، هنزل بالمكرونة بتاعتي راق من البشاميل راق من المكرونة راق من الحشوة بتاعتنا، وارجع عليها راق من البشاميل راق من المكرونة راق من البشاميل وصوص البشاميل بتاعنا الخطير اللي بنعمله كريمي ولذيذ زي ما انتوا شايفينه كده. وبألف هنا على قلوبكم. المكرونة بتاعتنا بتاخد 5 دقايق بالظبط على النار عشان ما تستويش قوي وتبقى معاكي مفلفلة، ويبقى معاكي احلى مكرونة مفلفلة اهي يا حبيبة قلبي كده. بتوزعيها كده زي ما انت شايفة، بتنزلي عليها بكبشة من البشاميل كده زي ما هتشوفي معايا كده اهو يا حبايب قلبي. المكرونة مفلفلة وجميلة جدا اهو اهو يا قلبي. بصي اهي زي ما انت شايفة كده، تنزلي بكبشة كده من البشاميل عشان ما فيش حاجة تفك معاكي، ولا المكرونة اما تيجي تخرطيها تبقى طالعة كده، لا احنا بنخلي كله يندمج مع بعضه بحيث اما تيجي تطلعيها تطلع معاكي خرط خرط، وتطلع مفلفلة برضه، مش هتطلع معجنة خالص، هتطلع معاكي خرط، والمكرونة هتبقى معاكي باينة كده وجميلة مفلفلة معاكي. وهتعملي احلى صينية مكرونة نجرسكو لولادك. وبلاش الطريقة القديمة بتاعت المكرونة الاسباجيتي، بتبقى شوية معجنة لان ما بتاخدش على طول. انتوا عارفين المكرونة الاسباجيتي، فالافضل زي ما انت شايفة كده معايا حبيبة قلبي، الافضل ان انت تعملي المكرونة القلم وتنزلي على طول زي ما انت شايفة كده بالحشوة الجميلة بتاعتنا ديت. انا عاملة الحشوة معاكم زي ما انتوا شايفينها كده، الفراخ زي ما انتوا شايفين كده بالبصلة بتاعتنا بالطماطم، ولو عندك فلفل الوان مفيش مشكلة، حابة تحطي شرايح زيتون شرايح جبنة اللي انت حباه، كل اللي انت حابة تحطيه حطيه مفيش مشكلة، وزودي مكوناتك براحتك. يعني حابة تحط لها زيتون جبنة موتزاريلا بتزودي يا حبيبة قلبي المكونات اللي انت تحبيها برضو معانا. في تركاتنا الجميلة تقدري تحطي شرايح من الجبنة الشيدر، تقدري تحطي ميكس من الجبن معانا، تقدري تحطي كل حاجة انت حباها، زيتون شرايح فلفل شرايح طماطم معاها، بتديها نكهة رهيبة وطعم جميل، بتبقى معاكي كده ملهاش حل. وهي اصلا اللي انا حطاهولك دوت بيكفي معاكي، وبتبقى جميلة جدا وبتطلع طعمها لذيذ جدا. حابة انت تحطي حبة من المكونات تاني مفيش مشكلة، دي في ايدك ودي في ايدك، لان في ناس بتحب كل حاجة تحط لها جبنة من الموتزاريلا، يحطوا جبنة شيدر، يحطوا حاجات من دي، بس انا المتوفر معايا زي ما انتوا شايفين كده انا عملته، وعملنا احلى صينية نجرسكو معاكم بألف هنا على قلوبكم وعلينا على الجميع اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده بنفرد الحشوة بتاعتنا، تفردي كل الحشوة بتاعتك بحيث ان تبقى الصينية كلها
الحشوة فيها اهو يا حبايب قلبي. اهو تفضلي كده تفردي في الحشوة، خصوصا لما تكون القطع كبيرة كده. بحب ان انا اخلي الصينية كلها متساوية معايا كده، بحيث ان لما اقطع خلطة تبقى الحشوة كلها طايلة الخلطة بتاعتنا. وهنزل زي ما انتوا شايفين كده. الحركة دي جميلة جدا، ان انت تحطي بشاميل على الحشوة، بحيث ان الحشوة ما تفكش معاكي خالص وما تطلعش، تبقى لازقة معاكي في صوص البشاميل وفي المكرونة، تحسي ان كله متماسك مع بعض، ما فيش حاجة هتخرج معاكي بره الحشوة خالص، ولا تخرج معاكي بره القطعة بتاعة المكرونة. بتحبوها سخنة بتطلعيها سخنة، بتبقى معاكي كده صوص كريمي رهيب. بتحبيها باردة بتسيبيها لما تبرد وتقطعيها وتطلع معاكي خرط جميلة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. اهو يا حبايب قلبي هننزل بقى بالمكرونة الباقية بتاعتنا. انا بحط نص المكرونة وبرجع تاني احط النص التاني زي ما هتشوفوا معايا كده. اهو يا حبايب قلبي بسوي البشاميل بتاعي في كل اركان الصينية بتاعتي، وهنزل معاكم ببقية المكرونة بتاعتي. هما كيسين بس اللي انا عملتهم، يعني الصينية الكبيرة دي واخدة معايا كيسين من المكرونة 400 جرام. اهو يا حبايب قلبي المكرونة مفلفلة وجميلة، هي يا دوبك خدت معايا بالظبط غلوة واحدة، وبعدين صفتها. وزي ما انتوا شايفينها كده اهي معاكم، بتزيها كده اهو الصينية بتاعتنا، وتخلي المكرونة بتاعتنا كلها طايلة الصينية. وننزل عليها يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده بالبشاميل بتاعنا، نغرق الصينية بتاعتنا بقى بباقي البشاميل بتاعنا، ونعمل الوش بتاعنا بتاع المكرونة. هقول لكم عليه يا حبايب قلبي، ده من اسرار المكرونة بتاعتنا الجميلة اللي بتطلع بوش رهيب وجميل. اهو يا حبايبي نزلنا بكل البشاميل اللي معايا اهو. هوزع كل البشاميل اللي عندي يا حبيبتي، خليكي معايا كده. وزعي كل البشاميل بتاعنا كده اهو، متخليش اي حاجة. وزعي كل البشاميل بتاعك في الصينية كده، وتخلي كل المكرونة طايلة معاكي البشاميل كده اهو، تقيل شوية. احنا متقلين الصوص بتاعنا بتاع النجرسكو شوية عن المكرونة اللي باللحمة المفرومة. هننزل عليها كده يا حبايب قلبي بالخلطة بتاعتنا، عبارة عن كوباية الا ربع من اللبن على بيضة، معانا ربع كوباية من البشاميل اللي احنا عاملينه التقيل عليه كوباية الا ربع من اللبن، عليه يا حبيبة قلبي بيضة، عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود، وتضربي كويس جدا، ومعلقة من الدقيق بتنزلي عليهم وتضربيهم ضرب كويس جدا جدا جدا. وبعدين يا حبيبة قلبي بتنزلي على وش المكرونة بتاعتنا زي ما هتشوفيني كده. هنزل عشان تطلع معايا المكرونة بتاعتي بوش وجميلة اهو يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تنسوش اللايك والشير يا حبايب قلبي، ما تنسوش تشتركوا في القناة. اهو زي ما انتوا شايفين كده سوينا الصينية بتاعتنا الجميلة دي، صينية النجرسكو بتاعتنا دي. سوينا المكرونة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده معايا. وهننزل يا حبايب قلبي عليها بالبيض، هننزل عليها زي ما قلت لكم بالخليط بتاعنا اللي هو البيضة واللبن ورشة الملح ورشة الفلفل الاسود ومعلقة من الدقيق، وهنضربهم كويس جدا، ومعلقتين من البشاميل بتاعنا وهنقوم ضربينهم كويس جدا جدا جدا، واقوم نازله على طول زي ما قلت لكم على البشاميل بتاعي وبكده هبقى خلصت الصينيه بتاعتي الجميله دي النجرسكو الجباره دي. اهو زي ما قلت لكم صوص البشاميل بتاع النجرسكو بتاعنا بيبقى تقيل شويه، بتقلي الصوص شويه بتاع النجرسكو عن اللحمه المفرومه. اهو زي ما انت شايفه كده مش سايل خالص معايا، لا تقيل شويه اهو يا حبايب قلبي. وهنزل عليه قدامكم كده على طول بالخليط اللي باقي معايا اللي هو زي ما قلنا البيضة. بعيد تاني وتالت وعاشر يا حبايب قلبي عشان الوش بتاعنا يطلع زي ما شفتوه كده. بنزل عليه ببيضة، كوباية الا ربع من اللبن، ربع كوباية من البشاميل، وبنزل عليها بمعلقتين دقيق، رشة ملح، رشة فلفل اسود. وهنزل كده بالوش ده زي ما انتوا شايفين كده القوام السائل بتاعها هيعمل لي الوش اللي انتي شفتيه اهو يا حبايب قلبي. بيبقى سائل معايا كده البيضة مع كوباية الا ربع من اللبن مع ربع من البشاميل بتاعي مع معلقة من الدقيق.
اهو يا حبيب قلبي توزعي كده وتدخليها يا حبيبة قلبي على الفرن على طول على درجة حرارة 200. تدخليها وترجعي توطيه شوية وتوصليها ل160. بس اول ما بتدخليها الفرن بتدخليها على درجة حرارة 200 وتساوي كده يا حبيبة قلبي، وتخلي كل الخليط بتاعي يبقى معاكي في الصينية، وتنزلي عليه على المعلقة كده زي ما شفتي عشان ما يعملش معاكي حفرة كده للمكرونة بتاعتنا. بنزلي السوائل بتاعتنا ديت على الايه، على المعلقة بتاعتنا عشان ما تحفرش معاكي في قلب الصينية. وبكده يا حبايب قلبي نكون عملنا احلى صينية مكرونة نجريسكو. تابعوني يا حبايب قلبي وخليكم معايا خطوة بخطوة وشوفي المكرونة بتاعتنا الجميلة بعد ما تطلع من الفرن هتبقى عاملة معانا ازاي. ويا ريت كلكم تجربوها، وكل اللي يشوفها يا حبايب قلبي يكتب لي في الكومنتات رأيكم ايه في المكرونة وعملتوها وطلعت معاكم وطعمها عامل ازاي. عرفيني يا حبيبة قلبي هتطلع معاكي عاملة ازاي. اهو يا حبيبتي انا دخلتها الفرن على درجة حرارة 200. دخليها وعلي النار عليها شوية، وبعد كده بتوطي شوية تهدي النار عليها شوية. وبعد كده يا حبايب قلبي تعمل معاكي احلى وش مكرونة نجرسكو. اي يا حبيبتي بصي الوش بتاعنا طالع جميل ازاي. السر معانا زي ما قلت لكم في البيضة بتاعتنا وحبة اللبن اللي ضربناهم بمعلقتين الدقيق ومعلقتين البشاميل، بتعمل معاكي الوش الذهبي الخطير دوت، وبتديها طعم لذيذ وجميل خالص. اهو يا حبايب قلب بكده نكون خلصنا معانا صينية المكرونة النجريسكو. ما اقولكيش بصراحة طعمها عامل ازاي. بألف هنا وشفا على قلوبكم. جربوها يا حبايب قلبي وقولولي وعرفوني، اكتبولي في التعليقات رأيكم ايه. وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.